السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان خصائص الموقف الفلسفي. في البداية يا شباب عايزين نعرف إن الخصائص عندنا 4. أول خاصية عندنا الدهشة والتساؤل، تاني حاجة الاتساق والدقة، تالت حاجة التروي والصبر، ورابع حاجة عندنا البصيرة واليقظة الدائمة. أول خاصية عندنا يا شباب اللي هي الدهشة والتساؤل. الدهشة هي انفعال عقلي بيحدث للإنسان عندما يواجه موقف ما، شيء يعني خارق أو غير مألوف. بتولد هذه الدهشة نوع من الذهول. الذهول ده لا يعني غياب العقل أو فقدانه، لكنه موقف عقلي بيدفع الذهن للتساؤل والفهم والتحليل. لو احنا بصينا كده يا شباب هنلاقي ان في مقولة لأرسطو بتقول: ما دفع الناس في الأصل وما يدفعهم اليوم إلى التفلسف هو الدهشة، فالدهشة هي أم التفلسف. مثال على كده يا شباب زي دهشة الفرد أمام الألغاز والألعاب الذهنية، أو دهشة الطفل من رؤية بعض الأشياء اللي بتسبب له في إثارة تساؤله. تاني خاصية عندنا يا شباب اللي هو الاتساق والدقة المنطقية. هنا بيعتمد التفكير المنطقي على التسلسل وتنظيم الأفكار والمفاهيم. هنا بيبدأ التفكير الفلسفي من مقدمات بنستخلص منها نتائج لازمة عنها. التفكير الفلسفي بيسود الانسجام والاتساق وعدم التناقض والفوضى. مثال على كده يا شباب إن التفكير الفلسفي زي التفكير الرياضي بيتميز بالتسلسل ولزوم النتائج عن المقدمات. زي مثلا نقول 2 زائد 2 بتساوي 4. هنا 4 دي لزمت على 2 زائد 2. تالت حاجة عندنا يا شباب اللي هي البصيرة واليقظة الدائمة. التفكير الفلسفي بيأكد على عدم قبول الأشياء والأفكار في ظواهرها، يعني في شكلها العام، ولكن يسعى للتحليل والفحص ليصل للجوهر والحقيقة. لأن التفكير الفلسفي هنا بيميز عندي أو بيحس على التمييز بين الظاهر والباطن وما بين الرئيسي والفرعي. فهنا يا شباب هنلاقي ان التفكير الفلسفي بيؤكد على عدم قبول الافكار في شكلها الظاهري، لكن هنا بنحاول ان احنا نحللها ونفحصها عشان نوصل لجوهرها ونميز بين الظاهر والباطن والرئيسي والفرعي. مثال على كده عند تفسير مثلا سبب سوء الأحوال الاقتصادية ما بينظرش ليها بسبب الزيادة السكانية فقط، بل في التعمق في أسباب كثيرة مؤدية لانخفاض مثلا معدلات الإنتاج وزيادة مثلا الاستهلاك. وعندنا مثلا يا شباب اللي هو غيرها من الأسباب اللي بتؤدي عندي لحدوث المشكلة. أو مثلا عندي اللي هو رجل الشرطة لابد أن يكون لديه القدرة مثلا على التمييز بين المظاهر الكاذبة للمجرمين. رابع نقطة عندنا اللي هي التروي والصبر. التسرع في الحكم والقفز لنتائج دون مقدمات كافية ليس من سمات المفكر الفلسفي. المفكر دايما بيسعى لبلوغ الحقيقة، وده بيتطلب منه التأني وتأمل الموضوع من مختلف جوانبه. مثال على كده يا شباب إن الجودة والسرعة قليلا ما يجتمعان، والذين يتقدمون باندفاع كبير بيتراجعوا بسرعة أكبر. ده كلها أمثلة على لازم إن احنا نتصف بالتروي والصبر. لو عجبكم الفيديو يا شباب دوسوا لايك واشتراك ليصلكم كل جديد.